دوري أبطال آسيا وصل دور الثمن النهائي، والجمهور الخليجي والعالمي وبزاف حنا المغاربة غادي نتفرجوا في جوج ماتشات اللي واعرين بزاف. العائل الإماراتي بعد ما ربح نساف الأوزبكي 2-1 في إياب ثمن النهائي. مباراة الإياب كانت النتيجة 1-1. العين قدر يتأهل بالهدف اللي ماركا المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 92. رحيمي اللي كيخدم الصراحة، وديما كنقولوا باللي رحيمي كيستاهل تعطى فرصة في المنتخب كما تعطات لبزاف د اللعابة واللي هو أحسن منهم. العائل الإماراتي اللي فاز باللقب مرة واحدة بقيادة لاباكوجو وسفيان رحيمي غيواجه النصر السعودي اللي واخا وصل لدور الثمن النهائي مازال جمهور النصر ما مقتنعش بالأداء ديال الفريق. النصر وصل النهائي مرة واحدة عام 1995، معول على تجربة كريستيانو رونالدو وساديو ماني باش يوصل النهائي. المباراة الثانية الاتحاد السعودي مع عبد الرزاق حمد الله اللي رجع للنيفو ديالو وبدا كيبين للجمهور الاتحادي باللي هو أحسن من بنزيما في الاتحاد. الاتحاد السعودي اللي فاز باللقب جوج المرات غادي يواجه الغريم الهلال السعودي مع ياسين بونو اللي كان ليه الفضل الكبير في تأهل الفريق الهلال للثمن النهائي. الهلال السعودي حامل لقب 4 المرات وهو رقم قياسي. الماتش الأول 4 مارس بين العين الإماراتي والنصر السعودي، ونهار 3 5 مارس ديربي الاتحاد والهلال السعودي.